في نهائي افريقيا 2021 بين مصر والسنغال يتحول الماتش لضربات جزاء. يدخل كوليبالي يشوط الكره الاولى، فابو جبل يترمي يمين، ديالو يدخل يشوط، جبل يترمي يمين، بونصار يمين، ويدخل مامبا ديانج اللي كان باين عليه انه متوتر زي ما قال علي محمد علي. تحس مهزوز مامبا ديانج، ويفكر ابو جبل ويقول ايه بقى، اكيد مش كل مره هيشوطها يمين، ويترمي ابو جبل ناحيه الشمال ويشوطها ديانج يمين، وتخسر مصر البطوله اللي كانت قريبه منها قوي. وهي دي مغالطة المقامر. في 18 اغسطس 1913 في كازينو مونت دي كارلو في فرنسا وقفت الكورة بتاعت عجلة الروليت على اللون الاسود 26 مرة ورا بعض، ومع ذلك المراهنين خسروا ملايين الفرنكات باعتقادهم ان اكيد مش كل مرة هتيجي على الاسود، يعني 5 مرات على الاسود يبقى اكيد اللي بعدها على الابيض، لكنها وقفت 26 مرة على الاسود، فعمالين يخسروا. الاعتقاد ده بقى نفسه هو ده مغالطة المقامر. لو عجلة الرولات فيها لونين الابيض والاسود، فاحتمالية ان تقف على اي لون فيهم 50%، كل مرة 50%. حتى لو وقفت على لون واحد بس 100 مرة ده ما بيغيرش احتمالية النقطة اللي بعدها، لا يعني اللي بعدها برضه 50-50. اعتقادك بقى ان الشيء ده حصل مرة او 2 او 10 هيغير الاحتمالية اللي بعدها، هو ده العبط. زي انك كل جولة مثلا بالكابتن صلاح اول جولة في الفانسي علشان عارف انه هيسجل، بالرغم انه بيلعب في ظروف مختلفة قدام فرق مختلفة في سنة مختلفة في ملعب مختلف. حتى لو صلاح مسجل 100 سنة في اول جولة ده مش معناه انه هيسجل السنة اللي بعدها. ومش انت بس يا صاحبي اللي بتقع تحت تأثير المغالطة دي وانت بتلعب فانسي، لا ده لعيبه الكوره نفسهم بيقعوا فيها. زي مثلا مهاجم انجلترا السابق جاري لينكر اللي ما كانش بيشوط في التسخين اللي قبل الماتش اعتقادا منه ان كده الحظ هيروح والاجوان هتخلص على سنه باقه، يعني وحشه 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 وحشه. وجيرمان ديفول اللي اثر على هاري كين نفسه لما قال له لما تضيع كوره ده حلو على فكره عشان انت كده المره الجايه هتجيبها. علشان كده هاري كين بقى لما بيضيع كوره بيحاول اكتر انه يشوط على الجول، اصل مش معقول يعني هضيع كل الكور دي ورا بعض. ومع زياده دخول المراهنات في الكوره هتلاحظ مشجعين كتير ولاعيبه كوره بيقعوا تحت تاثير المغالطه دي. يعني مثلا في 2013 باريس سان جيرمان وصلت لربع نهائي دوري ابطال اوروبا، فمش معقوله لما توصل ربع النهائي في 2014 تخرج. فعدد المراهنين ان باريس هتعدي بيزيد، لكن باريس تفضل تخرج من ربع نهائي دوري الابطال لغايه سنه 2016. لكن في موسم 2017 خرجت باريس سان جيرمان من دور ال 16، وتيجي سنه 2018 وتقع باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في قرعه دور ال 16 وتخسر الذهاب 3-1 في البرنابيو. لكن العوده غير، في حديقه الامراء والشماريخ ولع من اول 10 دقائق. مش معقوله يعني هنخرج من دور ال 16 سنتين ورا بعض والاسبان هيدونا على قفانا، لكن يطلع لهم كريستيانو رونالدو من وسط الضباب وحصل اللي حصل وتخسر باريس سان جيرمان 5-2 بمجموع الماتشين. بس في 2019 الامر غير، باريس في دور ال 16 للمره الثالثه على التوالي، والمره دي قدام اليونايتد اللي واخد على عينيها في الدوري، وكمان كسبانين 2-0 في مسرح الاحلام الاولد ترافورد، يعني صاعدين. وكفه المراهنات برضو مايله للفريق اللي بيكسب بره ارضه من غير نيمار. وخد بالك عدد المراهنين على باريس بيزيد كل سنه ليهم في دوري الابطال وكل سنه ليهم في دور ال 16. اصل مش معقوله يعني هيطلعوا من دور ال 16 3 سنين ورا بعض زي ما انت عارف يا صاحبي. تخسر باريس سان جيرمان 3-1 على ملعبها وقصاد عين جمهورها، وتتأهل اليونايتد بأفضلية الأهداف خارج الأرض. بس السنة دي غير، صدقني المرة دي مختلفة، علشان باريس سان جيرمان بتدخل موسم 2020 ومتوقع إنها تخلص دوري أبطال أوروبا في التوب 4، وبالفعل الدنيا تمشي مع باريس زي السكينة في الحلاوة لغاية ما توصل النهائي. بالرغم إن بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في دوري الأبطال، بس احتمالات الفوز كلها كانت مع باريس، والمراهنات بيحصل فيها إيه؟ الله ينور عليك، اصل مش معقول يعني. بس علشان الموضوع ما بيمشيش بالمنطق ده وفي ظروف بتحكم كل ماتش وفرقه عن التاني، فاكيد مش عشان كل شويه تخسر يبقى المره دي هتكسب، وكل ما تخسر اكتر فرصتك في الفوز بتزيد. ده مش حقيقي، اسالوا مشجعين اليونايتد. فباريس خسرت السنه دي كمان، وخسر كل واحد كان مراهن عليهم فلوسه، وفضلت مكمله سلسله الخسائر دي لغايه نهائي 2025 قدام الانتر. ونفس موضوع المراهنات ده بقى بينطبق على ليفربول اول ما جابوا كلوب في 2015. كل سنه يقول لك السنه دي بتاعتنا، يخسروها يقول لك السنه اللي بعدها، لغايه ما عدى 30 سنه على اخر فوز ليهم بالدوري. لكن عارف مين اكتر فريق غرقان في المغالطه دي وصعبان عليا؟ ارسنال. والله صعبانين عليا. شايفين باريس بتاخد دوري الابطال، واخيرا توتنهام خد البطوله، وكريستال بالاس بتاخد الدرع بتاع ليفربول، وليفربول اللي عقدتهم اطول منهم بكتير بتاخد الدوري بدل مره 2، وهم كل سنه يقولوا اتس اور يير اتس اور يير. مش معنى انكم ما كسبتوش السنه دي يبقى تكسبوا السنه الجايه، لا عادي ممكن ما تكسبوش خالص. انت هتفضل تقول لي السنه دي بتاعتي لغايه ما تظبط؟ تصدق في حد عملها؟ لو حد غرقان فعلا في مغالطة المقامر دي هيشوف الفريق
اللي عمره ما كسب الدوري فرصه لقطه، اصل ده ما كسبش الدوري قبل كده، فكل سنه اكيد فرصته بتزيد انه يكسب الدوري، فيحط 50 استرليني على الفريق ده، لكن لسبب ما قبل ما الدوري يخلص يقوم ساحب الفلوس بتاعته. لكن الفريق اللي هو كان مراهن عليه كان متصدر الدوري في الوقت ده، ويرجع له قصاد ال 50 جنيه 72,000 جنيه استرليني. ده بالظبط اللي حصل مع واحد من مشجعين ليستر سيتي، الفريق اللي لسه صاعد للدوري الانجليزي في دوري المعجزه، اللي لو كان استنى لما الدوري يخلص ال 72,000 جنيه دول هيبقوا 250,000 جنيه، ربع مليون استرليني. احسبهم انت بقى يطلعوا كام. انا مش بقول لك كده عشان احبك في الرهان، انا بوريك مدى عشوائيه الموضوع، كمية الاحتمالات اللي بتتغير كل شوية، حاجة ملهاش كبير، والرهان حرام على فكرة. لكن أكتر أمثلة بتبين مغالطة المقامر عند لعيبة الكورة هو تصرف حراس المرمى في ضربات الجزاء. في دراسة اتعملت على الأنماط اللي بيترمي بيها حراس المرمى في ضربات الجزاء في كؤوس العالم من 78 ل 2014، وكانوا 37 ضربة جزاء. لو إيه بقى، ركز معايا، إن الحراس بيميلوا إنهم ينطوا عكس الاتجاه اللي اتشاطت فيه الكرة اللي فاتت. يعني لو أنت شطت عليا ضربة جزاء يمين، فأنا المرة الجاية هنط شمال، والنسبة دي كانت بتزيد لو اكتر من ضربة جزاء اتشاطوا في نفس الزاويه. يعني لو كوليبالي وبونا سار وديالو شاطوا يمين، اكيد لما ديانج يشوط هترمي شمال. ما كنت تترمي يمين يا ابو جبل. اللي عمله ابو جبل ده مش حاجه فرديه ولا تصرف هو اول واحد يعمله، عمله الشناوي برضه في ضربات الجزاء اللي كانت هتوصلنا كاس العالم، وعمله حراس المرمى بنسبه اكبر من 70% في الدراسه اللي كنا لسه بنتكلم عليها. وهنا يبان اكتر ان حراس المرمى بيستخدموا المنطق بتاع متلازمه المقامر ده، والمشكله انه بيأثر بشكل كبير في قراراتهم. الكوره من اصعب الرياضات اللي ممكن تتنبأ بنتائجها، اصل احنا مش بنلعب بلاي ستيشن ولا شطرنج مثلا، فلما تعدي من قدامي واحده حلوه تركيزي هيتشتت وهسرح معاها. ده عامل واحد بيأثر على اللاعب، عد كميه الظروف اللي ما بتخلصش اللي بتأثر في الماتش الواحد، اللعيبة والأرض والجمهور والمدربين والمود والساعة كام. علشان كده احتمالية الخطأ في الكورة أكبر بكتير، والتوقع فيها أصعب بكتير. وخليك فاكر، الرهان حرام. سلام.